السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناتكم، قناة محمد كريم. آه يعني خبر سيء للغاية. بالأمس انتقل إلى رحمة الله تعالى أمح الدولي. أمح الدولي كان من مشجعين اللي بيحبوا النادي الأهلي، وكان إنسان طيب وعلى سجيته. وعلى فكرة كان يعني الأهلوية والزملكاوية والإسماعيلاوية والناس العادية اللي ملهاش في الكورة أصلا، مش رياضيين بس، رياضيين وممثلين وناس عادية ملهاش في الكورة، كانت بتحب أمح لأنه كان فعلا طيب وغلبان جدا، ربنا يرحمه. الموضوع ابتدى مع أمح إن هو كان في يوم من الأيام كان سهران مع جماعة صحابه، فكانوا بيهزروا مع بعض ومش عارف ايه وكده. فأثناء ما هو صاحبه ده بيهزر مع إحدى أصحابه بيهزر معاه، أما سقط على ظهره. لما وقع على ظهره، هو عشان جسمه تقيل تقريبا أثر على الفقرات، أثر على فقرات ظهره. فبناء عليه ابتدى إن هو يحس يعني رويدا رويدا بالوجع. فابتدوا إن هما يعملوا له أشعة. فلما عملوا له أشعة اكتشفوا إن أمح محتاج عملية، والعملية تقريبا دقيقة جدا، تقريبا في العمود الفقري. بالنسبة لحال أسرته، الظروف المادية مش أحسن حاجة، فابتدوا إن هم يناشدوا بعض اللعيبة ومنهم كهربا. وبالفعل حجزوا أمح في مكان كويس وعملوا له العملية. ولكن أمح ما تحملش مضاعفات العملية وصعوبتها يعني والكلام ده. بجانب ان هو كان محتاج ان هو يسافر برا، يروح في مكان على اساس ان هم يبقى فيه رعاية كويسة، يبقى فيه ناس بتباشروا فيه، يبقى فيه دكاترة برضو على مستوى عالي، بحيث ان لان تقريبا العملية كانت في مناطق، يعني مناطق صعبة جدا وعملية دقيقة جدا. هو ما تحملش الألم يا عيني، ربنا يرحمه يا رب. وقعد يعني قعد له بتاع يعني شهر ولا شهرين من بعد العملية بيعاني وكده وتعبان، لحد ما انتقل إلى رحمة الله تعالى بالأمس أمح الدولي. جنازته بسم الله ما شاء الله حاجة تفرح، يعني ربنا يرحمه يا رب برحمته. كانت الجنازة ما شاء الله مليانة ناس كتير جدا جدا. واللي حضر من النادي الأهلي بعت عضو مجلس إدارة من عنده. أنا ما شفتش كهربا، الله أعلم جه أو ما جاش. حسين الشحات مش عارف برضه جه ولا ما جاش. صلاح أمين على فكرة أول حد عرف أمح بكهربا، أو السبب إن أمح يعرف كهربا ويعرف لعبة الأهلي. كان لاعب نادي المقاولين، لاعب اسمه صلاح أمين، كان دايما بيحب يقعد مع أمح ويهزروا مع بعض ويعملوا فيديوهات مع بعض وكان شخصية محترمة جدا على فكرة. اللاعب صلاح أمين هو اللي كان السبب إن كهربا يعرف أمح الدولي رحمة الله عليه. أمح كان شخصية طيبة جدا، ربنا يرحمه يا رب برحمته. ادعوله بالرحمة، لأنه هو فعلا محتاج لدعواتكم. هو فعلا يعني الناس كلها بتشهد له ان هو انسان طيب وغلبان وملوش اسية مع حد، حتى في هزاره على سجيته يعني. كان حد طيب جدا. اما ربنا يرحمه يا رب برحمته ويسكنه فسيح جناته ويصبر قلوب اهله وذويه، وبالذات وبالاخص والده ووالدته. وحطوا تحت كلمة والدته دي مليون خط، لأن الأم طبعا مفيش أعز من الضنا ولا أغلى من الضنا. في النهاية زي ما قلت لكم ادعوا بالرحمة، وربنا يرحمه يا رب ويسكنه فسيح جناته.
ودايما وابدا ان شاء الله انتظروني دايما هنا في قناتكم، قناة محمد كريم، كل الاخبار الفنية والرياضية. وانتظروا مننا ان شاء الله كل جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإن شاء الله بأمر الله عز وجل هشوفكم دايما على خير حسب التوقيت اللي انتوا بتشوفوني فيه، سواء بالليل أو بالنهار. والسلام عليكم.